خلقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لحمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، لما كان القرآن الكريم نبراسا للحياة ومعراجا لتعلق القلوب بعلام الغيوب، كان تدبر القرآن والوقوف على بعض معاني آياته وأسرارها من أجل البراهين ومن أعظم القرائن على عدم قسوة القلوب. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا برنامج أقف فيه وإياكم على آيات من الكتاب المبين، وهي وقفات علمية ووعظية ما أمكن إلى ذلك سبيلا، فهذا حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نظمه وكلامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه، مستصحبين في ذلك أمرا عظيما، وهو أن التوفيق لا يكون إلا بيد الله جل وعلا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أعظم لطائف القرآن ومعارفه وفوائده وروائعه أنه يأتي بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى على صيغة التعظيم والإجلال، كيف لا؟ والقرآن الكريم كلام الله، وهو صفة من صفاته جل وعلا، والله سبحانه هو أعظم العظماء. لذلك كانت بداية كلامه في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، والبداءة بذكر اسمه جل وعلا في هذا الكتاب الخالد هو تعظيما لأمره جل وعلا وتبركا بجليل اسمه واستعانة بحوله وقوته. وبسم الله الرحمن الرحيم تسمى البسملة، وهي مؤلفة من كلمتين بسم والله، وعلى طريقة تسمى النحت. وكانت العرب قديما تستعمل النحت في النسب ونحوه، فكانوا ينسبون إلى عبد الشمس فيقولون عبشمي، وإلى عبد الدار عبدري، وإلى حضرموت حضرمي ونحو ذلك، حتى جاء بعد ذلك العرب المولدون في صدر الإسلام فجعلوها حكاية عن الجمل التي يكثر تداولها بين الألسن، من نحو قولنا لا إله إلا الله فكانوا يسمونها التهليل، وكقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله فكانوا يسمونها الحوقلة. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك اللقاء المبسمل. أجمع المسلمون جميعا على أن البسملة آية في كتاب الله جل وعلا في سورة النمل في قول الله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا فيما دون ذلك على أقوال، واختلفوا أيضا في سريتها وجهريتها، ليس هذا موطن الاستطراد فيها، ويكفينا فيها أننا سنقف على بعض الفوائد في هذه البسملة. من هذه الفوائد أن البسملة تضمنت الشرع كله، كما يقول القرطبي رحمه الله: تضمنت البسملة الشرع كله، لأنها تدل على الذات وتدل أيضا على الصفات. من فوائدها أيضا أنها مظنة لأن يغفر الله جل وعلا لصاحبها أو لذريته. منها ما رواه ابن أبي سكينة أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له: جودها، فإن رجلا جودها فغفر له. وجودها أي حسنها. مر عيسى عليه السلام، وهذه القصة وإن كانت لا ترتقي إلى درجة الصحة إلا أنه يستأنس بها في هذا الموطن. مر عليه السلام بقبر رجل وهو يعذب، ثم مضى إلى بعض حاجته وهو راجع، وإذ بملائكة الرحمة عند قبره ومعهم أطباق من نور، فعجب عيسى عليه السلام من هذا الموقف، فدعا ربه وصلى، ثم أوحى الله جل وعلا إلى عيسى أن عبدي هذا مات عاصيا، ومذ مات وهو محبوس في عذابي، ولكنه ترك خلفه زوجا حبلى، فلما وضعت حملها وكبر طفلها وربته أرسلته إلى معلم الحكمة في الكتاب، فأول ما علمه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: فاستحييت أن أعذب عبدي في بطن الأرض وولده يذكر اسمي على وجه الأرض. وهذا ليس من متين العلم، وإنما هو من ملح التفاسير كما يقول ابن عطية رحمه الله. ومن فوائدها أيضا وروائعها
أنها تضمنت لاسم الله العظيم جل وعلا الله، لفظ الجلالة، وهو أعظم أسماء الله جل وعلا وأجمعها، حتى جعله بعض أهل العلم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإن سئل به أعطى، وإن استغفر به غفر. حتى من نازع الله جل وعلا في ربوبيته لم يتسمى بهذا الاسم، حتى فرعون والنمرود، وهو أحد تأويلي قول الله جل وعلا هل تعلم له سبيا. ومن إعجازه أيضا أن أهل اللغة لا يثنونه ولا يجمعونه بخلاف الإله. وخلاصة الكلام أن يقال أن البسملة من جوامع الكلم، وهي تيجان الصور، كما يقول جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه البسملة تيجان الصور. هذا وللحديث سيرة إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. هذا والله أعلم وجل وأحلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.